اهلا وسهلا بكم من على جزيرة ميامي. اللي تحتية دي مقابر يونانية. زمان كان اليونانيين مدفونين هنا. يشيلوا الميتين اللي تحت. طبعا اسكندرية معروفة ان اليونان والرومان وبلاد كتير عاشوا فيها. اليونانيين كانوا عايشين في منطقة ميامي وكانوا المقابر بتاعتهم هنا. طبعا حصل زلزال ففصل الجزيرة دي عن اليابس ده، فالجزيرة اتنقلت وبقت جزيرة ميامي. ودي زمان كانت مقابر والناس مدفونة فيها، وحاجة في منتهى الصراحة الانصدام بالنسبة لي، لأن أنا ما كنتش أعرف كده لما كنت وأنا صغير، ما كنتش أعرف إن دي مقابر، بس ما زالت تحفة، ما زالت الجزيرة تحفة تحفة تحفة. والفلوج بتاع النهاردة هيعجبك جدا جدا جدا، هو هيكون طويل شوية بس بإذن الله هيعجبك، وهتعرف تستمتع إزاي بمكان تحفة زي جزيرة ميامي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بفيديو جديد على قناه فيوز أزوزة. زي ما قلت الفيديو اللي فات بتاع شواطئ اسكندريه ان انا هعمل فيديو عن جزيره ميامي، اديني النهارده اهو بعمل فيديو عن جزيره ميامي. الفيديو هيكون متقسم لثلاث حاجات. اول حاجه هقول لك ازاي تيجي جزيره ميامي والتكلفه كام، تمام؟ تاني حاجه هقول لك تقدر تعمل ايه في جزيره ميامي. تالت حاجه هقول لك معلومات عن جزيره ميامي. يلا بينا يا جماعه. بتيجي من ميامي، المنطقه اللي قصادكم دي ميامي، قصادكم على طول كده شارع خالد بن الوليد، جنبيه على طول شارع صلاح الدين شعبان، جنبيه على طول قائد الاسراب. دي منطقتي اصلا يا جماعه. المهم بتدخل اي شاطئ من الشواطئ بتاعت ميامي دي، تتفق مع اي بتاع مركبه عايز ادخل جزيره ميامي، هيقول لك تمام 30 جنيه، هتديله 30 جنيه هتدخل جزيره ميامي التحفه دي، تمام؟ طبعا هتاخد رقمه، متنساش تاخد رقمه، دي اهم حاجه، تمام؟ هتدخل جزيره ميامي هيوصلك لحد هنا، تمام؟ وبعدين هيرجع تاني. انت بمجرد بقى ما تعمل اللي انت عايز تعمله هنا، اللي انا هقول لكم هتعملوا ايه بالظبط، تحفه بجد الجزيره دي. فبمجرد ما تخلص تتصل عليه هيجيلك يرجعك تاني للشط، توته توته خلصت الحدوده. يبقى كده انتوا عرفتوا تيجوا ازاي جزيره ميامي. 4 حاجات تقدر تعملهم في جزيره ميامي. اول حاجه اللي انت تنزل الشط، تنزل البحر. تاني حاجه هي ان انت تجيب اكل وتاكل، او تجيب اكل وتعمله هنا. تالت حاجه هي ان انت تتصور صور من احلى الصور طوال حياتك. رابع حاجه هي اللي انت لو غاوي صيد تيجي تصطاد هنا، لان صيادين اسكندريه كلهم بيجوا يصطادوا هنا، ان شاء الله ربنا يكرمك باحلى صيده. طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو الناس نازله وفي طول، والبحر ما فيهوش موج وامن على الاخر، تحفه. الناس دي كلها اغلبها اصلا من بره اسكندريه، منورينا في اسكندريه. يا جماعه انا هبدا دلوقتي اصور الجزيره كلها واقول لك شويه معلومات عنها، تمام؟ الجزيره مبدئيا كده طولها 255 متر او 250 مش فاكر بالظبط، وعرضها 55 متر او 50 مش فاكر برضو بالظبط. المهم كده كده الكلام ده ما يشغلناش في حاجه. هنا يا جماعه منطقه ميامي دي، تمام؟ عايز تاكل احلى اكله سمك في حياتك، تيجي للصيادين وهم طالعين تقول لهم عايز بطاطا وشراغيش، هيكون لسه بيلعبوا طالعين من البحر، تروح تاخدهم على طول. هنا طبعا في بتوع سمك كتير، هتروح تشويهم او تقليهم بالزيت او تظبط الدنيا، وكل يا معلم وادعي لي. ما تجيش اسكندريه تنزل البحر وخلاص، انا عايزك تيجي اسكندريه تستمتع بيها على قد ما تقدر، وتعرف ليه الناس بتاعت اسكندريه معوجين.
عايز اشاهدكم، شايفين المنظر والتحفه بجد والله. انتوا يعني يا ريت الكاميرا تبين الجمال اللي انا شايفه. تمام. طبعا الحاجات دي، الحاجات اللي هي مفتوحه دي ممكن تلاقيها كابوريا معديه بتاع، تاخدها كده وتروح تعملها وتاكلها الحاجات دي. المهم انت لو جيت مثلا وقعدت قدام المنظر ده والبحر قدامك ده، بعيدا عن العالم والدوشه والهم والقلق والحزن وكل شيء، ده ايه الجمال ده والمتعه دي؟ 30 جنيه بس، 30 ولا حاجه في الايام دي. تمام. فبجد الجزيره تحفه يا جماعه، وانا مبسوط ان انا ما كسلتش ونزلت النهارده اعمل الفيديو. المهم مكملين. طبعا يا جماعه الابيض ده ملح، عشان دي ميه بملح، فبتعمل ايه؟ ملح. طبعا انا ممكن امسكه لكم بايديا دلوقتي، بس مش مشكله بقى، ولا امسكه لكم؟ استنى اهو، ثانيه 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 اهو يا جماعه، ملح. ده ملح. فين ايدي اهي؟ ملح. ده ملح يا جماعه، حتى اللي جنب العشب الاخضر ده ملح. تمام. طبعا لما تيجي هنا خلي بالك جدا 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 من العشب الاخضر ده، لانه اكتر حاجه بتزحلق، وياما زحلقني. المهم بقى ايه، مكملين. الجزيره تحسها ايه يعني، عاطيه على، طبعا اسكندريه لا يعلى عليها، بس في حته في مطروح اسمها ايه يا رب، اللهم صل على سيدنا محمد، عجيبه. فيها جبل كده شبه اللي قصادي ده بالظبط. تمام. هنا بقى عندنا عجيبه بس على صغير، وعندنا حاجات اكتر من عجيبه، يعني هم عندهم عجيبه بس احنا عندنا حاجات كتير، مع احترام المطروح الجميله. المهم المكان ده تحفه برضو لو عايز تتصور فيه وتقعد. انا شايف ناس قاعده برضو هناك بعيد. طيب الجزيره اللي انا ماشي عليها دي يا جماعه، دي كانت اصلا، يا رب ما اقعش، بس دي كانت اصلا لازقه في اليابس. يعني ايه الكلام ده؟ الزوزه. يعني شايفين الارض اللي هناك دي كانت لازقه فيها، بس ايه اللي حصل؟ حصل زلزال. الزلزال فرق الارض دي عن الارض دي، فبقت الجزيره لوحديها في وسط الميه والارض بعيده عنها. تمام. الجزيره دي موجوده من ايام انهي؟ من زمان خالص، يعني من قبل الميلاد، من العصر الروماني. تمام. يعني انا ستي بقول لها انا احتمال اروح، ربنا يديها طول العمر يا رب، احتمال اروح اصور جزيره ميامي، اعمل فيديو على جزيره ميامي. فبتقول لي انا رحتها مع ستي وانا صغيره. يعني انتوا متخيلين هي قديمه من قد ايه؟ طول عمرها جميله. يعني هي بتقول لي كانت جميله قوي، وانا لو رحتها وانا صغير برضو كانت جميله قوي، ودلوقتي ما زالت ما شاء الله جميله قوي، بس اتشهرت اكتر فالناس بدات تيجي. بس الحمد لله الناس اللي بتيجي مش بتلوثها قوي، فما زالت جميله. فانتوا متخيلين اللي ستي كانت بتيجي هنا، وانا وستي جت وانا جيت، واحفادي ان شاء الله هيجوا ان شاء الله. الجزيره دي تفضل لاخر العمر لانها جميله جدا والناس بتستمتع بيها. طبعا مكملين اهو يا جماعه في الجزيره. ده بص الولد بيتصور صوره تحفه اهو. بصوا المكان التحفه ده، تحفه اقسم بالله، تحفه. شايفين؟ يعني حتى الناس ممكن تنزل هنا يعني، بس هنا اخطر شويه. على فكره وانا صغير نزلت هنا مع بابا وعيلتي، كان تحفه، يوم تحفه. بسم الله. مفيش تعديه من هنا، في تعديه من هنا اهي. طبعا الجزيره طلعت اكبر من اللي انا متخيل. تمام. مكملين فيها اهو. انا ماشي ومش عارف رايح فين الصراحه، بس الله معي، ان الله معي. شكلنا هنروح نصطاد مع الراجل ده. بس هو يا جماعه الجزيره تحفه. كويس ان يعني اللي انا جيت بدري شويه عشان اعرف اصور لكم اكتر. مكملين حتى النهايه. بصوا الجمال يا جماعه، جزيره ميامي. عرفتوا ليه ميامي او اسكندريه احلى مدينه في مصر كلها؟ الحاجات دي اثريه دي مش موجوده في اي محافظه تانية، عشان كده بتوع اسكندريه المفروض يتعمل لهم باسبور لوحديهم. يا لهوي. المهم انا هرجع عشان انا شايف اسماك وحاجات كده صغيره، ف يعني انا جريء بس مش الدرجه دي.
ما منين فاكر وانا في قد العيال دي كنت جيت هنا واستمتعت بالجزيره، كانت تحفه الصراحه. بيهزر عشان ما تاخديه. عامل ايه؟ اعرف اطلع فوق؟ حلو. طب بص ثواني لحد ما اطلع. ماشي. المهم مكملين. الراجل صورني بالطول بس مش مشكلة، اليوتيوب بيحب العرض. انا عندي اصلا الضمة الطلعة دي وقعت لي رجلي اكتر. المهم بقى انتوا طبعا قاعدين تسألوا فين المقابر دي، فين السلالم والكلام اللي انت بتقول عليه يا زوز. ادي سلالم. ايه ده؟ ده سلم يا باشا، ده سلم اهو. بتنزل، يلا بينا. كنت اقع تنزل، انا خفت ليه؟ وبتنزل يا صاحبي، وايه بقى تشوف بقى جوه بيبقى فيه بوبع. تخيل طلع لي بوبع دلوقتي بجد. المهم دي سلالم طبعا. كل ده كان مدفون فيه ايه؟ رومانيين ويونانيين، بس هم كانوا بيقولوا مقابر يونانيه. يعني اصلا اليونان يا جماعه هناك، يعني اخر الشارع ده هتلاقي اليونان على ايدك الشمال. لا ايدك الشمال ولا اليمين مش عارف. احنا على طول ايطاليا تقريبا جنبيها. المهم يا جماعه عشان انا بدات ايه افقد توازني. المهم اللي هنا كده في ايطاليا وفي تركيا وفي اليونان، وحلم كل الشباب هناك، لان هناك بيقدروا الانسان. مش عايز اقلبها غم. اهو يا جماعه طبعا انا مش مكان هنا مفيهوش ناس خالص، انا الوحيد اللي على الحته دي. تمام. ادي هو يا جماعه الاحواض. يعني هنا بقى تبقى مليانه سمك في الشتاء يا ابويا. الشتاء بس الصيادين يجوا هنا ياخدوا السمك ويطلعوا يبيعوه. طبعا احنا قريبين من بير مسعود ان شاء الله باذن الله. نيتي ان انا اعمل له فيديو برضه بير مسعود وحكاويه واساطيره. ماشي. هنا طبعا زي ما قلت ادي المقابر اليونانيه. دي مقابر بجد يا جماعه. يعني تحت هنا كان مدفون يونانيين قبل بقى ما الجزيره دي تنفصل عن اليابس وتبقى لوحديها كده. طبعا زمانهم بقى الله اعلم راحوا فين. المهم مكملين. بصوا الناس قاعده تتصور وكل حاجه. اهو منظر تحفه. بصوا يا جماعه الحته دي اصلا تحفه. يعني الحته دي تيجي تتصور لها ايه فوتو سيشن خطوبتك والله حتى ولا جوازك. مكملين فلوج طويل قوي بس انا طبعا هقص حاجات منه. يعني مش يعني ممكن اخليه 10 دقايق بس ولا حاجه. طبعا اهو الجزيره بس مغامره حلوه اقسم بالله. يعني انا استمتعت عن نفسي. اي نعم رجلي وجعتني وكده بس اوكي يعني. بس يا جماعه منظر بحر اسكندريه وبص المفتوح، المنظر التحفه ده اللي بيخلي الواحد ينسى همومه. وبرضه لو الواحد عايز يجي يعيد حساباته بيجي يقعد قدام البحر يعيد حساباته. الناس دي تستحق التقدير، الناس دي ما تستحقش. طب الهدف ده المفروض اعمل فيه ايه؟ طب شغلي، طب مستقبلي، طب تأثيري ناحية عيلتي، طب تأثيري ناحية ربنا. يجي بقى يعيد حساباته هنا وايه
يعني يبقى انسان تاني وهو راجع. اهو ده ملح يا جماعه، ده ملح، ده كل ده ملح. يعني الاسكندرانيه ممكن اصلا ما يشتروش ملح، يجوا ياخدوا ملح من هنا ويروحوا. بس الملح ما غلاش الحمد لله، هو السكر هو اللي غلا. لو السكر ده كان زماننا مش لاقيينه. المهم ادي اهو يا جماعه الجزيره، ادي الجزيره يا جماعه. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن اسكندريه. والاشتراك مش بفلوس، انت يا دوبك بتدوس بس والفيديو هيظهر لك اول ما ينزل عشان تعرف كل جديد عن اسكندريه. سواء انت من اسكندريه او مش من اسكندريه اعمل اشتراك، عشان مفيش حد بيكره اسكندريه. مفيش حد بيكره اسكندريه لان اسكندريه جميله وشعبها جميل وجدع، شعبها الاصلي جميل وجدع. 3 حاجات خلي بالك منهم لما تيجي جزيرة ميامي. أول حاجة ما تنساش تاخد رقم الراجل بتاع المركب. تاني حاجة هنا الأرض مش مستوية فخلي بالك وأنت ماشي. تالت حاجة لازم تكون حافظ آية الكرسي، لأن ما تنساش إن دي مقابر يونانية. كده صديقي فيديو النهاردة خلاص، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. سلام.